ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. تعالوا كده حبايب قلبي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعادة، اللهم امين. بصوا بقى يا حلوين، كان معايا كده ايه كيلو من القشطة. تمام. انا خدت نصه. هو احنا كنا اصلا العلبة دي جايبينها بناكل منها، فاخدت نص كده سيحه عشان ادم عايز عجوزة، فقلت ايه اما اسيح له شوية عجوز. سيحت له كده نص كيلو من القشطة، طلعوا معايا شوية المرتة دول يا بنات، اللي ما يعرفش العجوزة هي المرتة. تمام اهي. ما شاء الله طلعت معايا يجي رطل من السمن. فضيته كده بقى في العلبة دي اهي، وهشيله بقى على جنب. دي بقى نفقش لهم منه بيض، نعمل لهم اي حاجة منه كده الصبح فطار. تمام. العجوزة دي بقى يا بنات هلمها له بقى في طبق كده الادم عشان يبقى يفطر منه. اللي اتحرق مني دي وش اللبن، انا كنت دايما اشيله في علبة وحطيته في التلاجة، في الفريزر يعني. تمام. فانا جبت النهارده سيحته وقلت نعمل منه شوية رق فلاحي. خليكم معايا تحضروا الفيديو ان شاء الله باذن الله. بص بقى، دي العجوزه بتاعت ادم اهي، او المرته. هنحاول نلمها له كده. ادم عايزها لونها بني، يعني عايزها تكون محمريه كده. وطبعا عشان حته القشطه عويله، فهي يا دوب طلعت معايا حته المرته دي. حلوه ما شاء الله والله، واتغدوا منها كمان، يعني ما شاء الله فطروا واتغدوا منها. انا كده قمت اليوم من اوله، مسكته كده من الساعه 7 الصبح ورا ابو ادم لما مشى، وانا اشتغلت بقى. ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلها عمار، اللهم امين، وبيوت المسلمين جميعا يا رب. بس هي مش عارفة بقى الحروقة دي باينة فيها ان هي حروقة جامدة، بس هي ما كانتش كده. كان لونها حلو ما شاء الله. يلا نلمع الدنيا بقى حوالينا ونعمل لهم يفطروا، وبعد كده نخش على التقيل. جبت كده معلقتين من السكر، ومعايا ايه، نص كوباية مية. هندوبهم في معلقتين من السكر كبار، يعني انا هنا حطيت 4 معالق من صغيرين على نص كوباية مية. هنحط معلقتين 3 من الخميرة، معلقتين او 3، هنشوف دلوقتي 3 اهو، مغلطتش. نبوشهم بقى ونظبطهم، ونسيبهم بقى ايه ياخدوا ويدوا كده ويتفاعلوا على ما ام عبده الجن. مين ام عبده دي؟ هنشوف دلوقتي. ايوه، اهم حاجه نبوشها، الميه ما سخنه قوي ولا بارده قوي، ميه فتره. وش اللبن لما حطيته اتحمر قوي، اكمني فيه حته مرته صغيره فاتحرق قوي مني، مش مشكله انا هعجن بيه. انا كده كده كنت هعجن بيه اصلا، بس قلت بدل ما اعجن بيه قشطه نعمله سمن. وهنا جت ام عبده شالت لي شكاره الدقيق كلها، جابتها وحطيتها على الرخام من ام عبده مرات اخويا، مرات اخويا الكبير. ربنا يا رب يديهم طول العمر ويصلح حالهم يا رب، ويبارك لهم في اولادهم، اللهم امين. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هنا قالت لي ايه، هاتي بقى وانا ايه هنخلك الدقيق ونظبط لك بقى الدنيا. اهي ما شاء الله عليه. طبعا الجو برد يا بنات، عاملين زي الانسان الآلي واحنا ماشيين كده في قلب البيت. الجو بصراحة ربنا يلطف بعباده، اللهم امين. تلج تلج يعني. هقوم اجيبها من شعرها القاء دلوقتي قاعدة جنبي تقولي مسحتيه، لا ما مسحتوش يا القاء. ايوه قلت لها كده، بس بقى يا بنتي كفايه، انت عايزه تعجني الشكاره كلها ولا ايه؟ قالت لي ولا يهمك معاك لبكره قلت لها لا انت معايا، بس انا مش معايا نفسي. يلا كده عسل قوي، بسم الله ما شاء الله. جبنا اللبن بتاعنا، وده لبن جاموسي يا بنات، جايباه بوشه بكل حاجه، يعني انا كنت غليته وحطيته في التلاجة، وبعدين طلعته بقى ايه، قلنا نعمل منه بقى شويه رقاق. تخيلوا بقى الرقاق ده بالسمنه البلدي، وش اللبن والقشطه والحاجه والخير الجميل كله ما شاء الله. شويه رقاق، انما ايه من الاخر حكايه حكايه حكايه. يلا ربنا يديها طول العمر ام عبد يا رب، ويديها الصحه. وهنا بقى قلت لها يلا يا اختي اعجني كده، يلا ورينا شطارتك، يلا يا اختي يلا، يلا شاطره قالت لي ولا يهمك يا ام واد، ربنا يصلح حالها يا رب. ام عبد دي حبيبتي والله يا بنات، بحبها قوي، ربنا يا رب يبارك لها في اولادها. مفيش احسن من عجين الايد يا بنات، والله بجد تحس ان انت كده
بتعملي خير كده والخير بيجري كده في البيت ما شاء الله. لما دورنا الفرن كده واشتغلنا وبنخبز بقى والأولاد يجوا حوالينا كده ياخدوا عيش، ربنا يديمها علينا نعمة، اللهم آمين يا رب. كده حاطط الخميرة اهي، أو أنا حاطط لها الخميرة. هي ما شاء الله هتمسكها بقى تلتها لتة حلوة. بس الظاهر ان انا فضلت فاتحة الكاميرا عليها على ما تخلص. مش عارفة انا كنت بنتقم منها ولا ايه، بس احنا اصلا كنا قاعدين نهزر يعني قدام الكاميرا. هنا زودت ميه، هنا بقى قالت لي ايه، اديني العجينه دي تحت مش نافعه على الرخامه، فادهاني بقى هنا تحت ايه نوريها شغلها، ورجعتها تاني على الرخامه تاني. كنت قاعده انتقم منها يوم. قلت لها لا سيبيها، ده حتت عجوزه ما تشيلهاش. ما شاء الله. السمنه مش كتير يا بنات، السمنه حلوه يعني ايه، ظابطه العجينه، لا هي كتيره ولا هي عويل. هنا برضو نزلتها تاني تحت واشتغلت بقى. قلت لها لت وعجيني بقى، هو ده اللي يتسمى عليه اللت والعجين. اهو. 100 فل و10 عسل. وهنا بقى على ما العجينه بتاعتنا ما شاء الله حطيناها بقى خمرت اهي. كنا عملنا بقى ايه اكل نواشف جنبها، برنجان، باميه، وعملنا برضو خضار، وعملنا بطاطس. عملنا اكل كتير والله، بس يومها الكهرباء قطعت ومعرفناش نصور الاكل كله. والغدا كان يومها جميل كده، والبيت مليان خير كده وما شاء الله. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، وعلينا وعليك اللهم امين. لو بالكيلو دقيق واحد املي بيت الخير. لو بكيلو دقيق واحد اعجني كده واخبزي في البيت خلي وبالذات في التلج ده، يعني التلج ده يا بنات محتاج عجين وخبيز ودفى في البيت كده. وغير كده وكده بقى داخل علينا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. الله 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 بقى على الحته دي. عايزه اقول لكم لو كان معانا حد يصورنا كنا سيبنا التصوير طول الخبز والله. كانوا شويه رقق كده حكايه. ما شاء الله. انا هنا كنت ماسكه التليفون بايد وبخبز بالايد التانية اهو. كان نفسي افضل اصور لكم طول الفيديو، بس يلا حصل خير، ملحوقه ان شاء الله. وهنا ام عبده كانت قاعده هي والقاء بتخبز اهي. اخبزي كده ودفي بيتك وادي لجيرانك وادي لحبايبك خلوا كده في ود يا جماعه. ما شاء الله، شايفين النقطه الصفراء اللي في الرقاق دي، والرقاق طري كده وجميل وريحته تفتح النفس والله ما شاء الله. ايوه بقى ازازه الزيت دي بقى كانت لقاء ساعتها بتقول لكم ان ازازه الزيت دي بقت ب 460 يعني. ما شاء الله احنا طالعين ورا الشمس. هنا بقى عملنا شويه ملوخيه خضره اهم، وعملنا باميه، وعملنا طعميه وبرنجان بقى وطماطم.